بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو دوت عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو المصداقية مع الموكل. طبعا لما بتتولى قضية عند تولي المحامي للقضية، طبعا عشان تتكلم مع الموكل وتقول له إن القضية دي براءة أو إدانة. لا طبعا، عشان توعده بالبراءة فده المحاماة هي بذل، انك بتبذل عناية وتهتم بالقضية جدا، وبذل عناية انك تبذل عناية فوق، يعني فوق المطلوب. اما عن ان انت تقول للموكل ان القضية دي براءة، فده اعتقد من وجهة نظري ان ده شيء خطأ مع الموكل. طبعا ان الحكم الا لله، يعني الحكم من ربنا سبحانه وتعالى، فانت المحامي يسعى ويبذل اقصى ما في وسعه من جهد ومن بذل عنايه للقضيه اللي قدامه او القضيه اللي بيتولاها. اما حتى لو ان انت من وجهه نظرك كمحامي ان القضيه دي بنسبه 90% براءه، فده خليه لشخصك لعند ما تتم اجراءات القضيه كامله، وبعد كده لما تاخد براءه تصارح الموكل او تقول للموكل. اما ان انت عند تولي القضيه تقول للموكل ان القضيه دي تاخد براءه او تاخد كذا او كذا، فده من وجهة نظري ده خطأ شخصي او خطأ من المحامي ان هو يوعد بالبراءة، لان الوعد بالبراءة مش في ايد حد. الحكم طبعا لربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده القانون. فطبعا لما بتتولى القضيه انك كمحامي تبذل عنايه، تبذل اقصى ما في وسعك من جهد، وتبذل كل ما، يعني كل ما اللي القضيه تحتاجه تبذله، سواء جهد او عنايه، وتعمل اللي عليك وزياده. لكن طبعا ان القضيه تاخد زي ما انا بقول براءه او ادانه، لا ده ما توعدش انت بيه، لان ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده للقانون. فطبعا يعني من الافضل ان انت لما تولي القضيه لا تعد او لا توعد، ما توعدش الشخص او توعد الموكل بشيء. لا، انت ابذل العنايه المطلوبه، ابذل الجهد المطلوب في القضيه، وبعد كده ان الحكم بعد كده لربنا وللقانون. بعد كده الموكل يبقى تقول له القضيه خدت ايه. ده من وجهه نظري، وده طبعا عن كلمه عن المصداقيه وتعامل المحامي مع الشخص. لا، يكون في مصداقيه تامه بين المحامي والموكل. شكرا وتحياتي جميعا لحضراتكم.